سلام، يا مساء الخير والنور. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وصحة مزيانة. بما أننا في شهر النور والطاقة الربانية العالية، نتمنى تكونوا مركزين على الروح ديالكم أكثر ما تكونوا على المسلسلات الدرامية، حيت هذا الشهر راه شهر ديتوكس، شهر تنظيف، ديتوكس الروح، ديتوكس الجسد، ديتوكس المشاعر السلبية. وأهم حاجة اللي تساعدك على روح تنظيفات ديالك، على الروح ديالك، هي أسماء الله الحسنى. ربي قال في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. راه كاين واحد السر عظيم في هذه الأسماء، إذا فعلتيهم في حياتك بيقين أنا متأكدة 1,000,000% غادي يجيك شي تليفون، شي حاجة شحال هادي غادي تكون كتسناي تسميها زوينة. تقدري تلقاي خدمة، تقدري تلقاي واحد الزوج صالح بواحد الطريقة اللي ما كانت ليكش على البال، تقدر راجلك يهديه الله ويتبدل، لا بد شي حاجة غادي تبدل منك. طاقة أسماء الله الحسنى عالية جدا، وزيدي عليها طاقة رمضان. وراه خاصنا نستغلوا الفرصة. أول حاجة كنزيد ونعرف الله، كنشوفوا أسماء، كنشوفوا صفاته، كنشوفوا أفعاله في هذا الكون، واللي عرفتي الله راك عرفتي كل شيء. ثانيا، حياتك كتبدل بزاف ديال الحوايج، ودابا غادي نشوفوا كيفاش نفعلوا أسماء الله في حياتنا. يمكن تعزيز رزقك ونعيمك عبر التفكير الإيجابي والاعتماد على أسماء الله الحسنى المرتبطة بالرزق والسعادة. يمكن استخدام اسم الرزاق، نبقى نقول الرزاق 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 بالاستمرار في الدعاء لزيادة الرزق وفهم الأسباب الشرعية لتحقيق الاستقرار المالي. استغلال اسم الكريم في ممارسة الكرم والعطاء لتحقيق دور مجتمعي إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام اسم الوهاب لتعزيز الرغبة في التقرب إلى الله من خلال الطاعات والعبادات. تحفيز الإيمان بأن الله هو الرزاق يؤدي إلى الاطمئنان النفسي وزيادة الثقة في الله، مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. هذا بالإضافة إلى التحدث عن الأعمال الخيرية والتصدق كوسيلة لتحفيز الرزق، واستغلال الأسماء المتعلقة بالسعادة والراحة لتحقيق توازن في الحياة اليومية والاستمتاع بالنعم التي أنعم الله بها. خليتكم على خير، أدخل الله علينا وعليكم رمضان بالصحة والهنا.